عملت بديل الكريب من العيش الشامي. عايزه تاكلي كريب ومفيش ولا بيض ولا دقيق ولا لبن؟ ما يهمكيش، تعالي معايا وهاتي كيس العيش. اهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات اوت بوكس فود مع الشيف زينب السيد. النهارده هنعمل بديل الكريب بالعيش الشامي. يلا نشوف مقاديرنا ايه النهارده. مقاديرنا سهله وبسيطه. نص كيلو من السجق، معايا خضار، طماطم، بصل، فلفل الوان وفلفل حار ده اختياري، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود وبهارات لحمه. كمان معايا صوص البيتزا اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. كمان معايا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر ودي اختياري، وشويه صغيرين من الزيت. وطبعا بطل الحلقه معايا هو العيش الشامي. يلا نشوف هنعمل ايه في العيش الشامي وهيبقى بديل الكريب. ودلوقتي هنبدا في تقطيع السجق بتاعي والخضار. يلا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا مش مخلياه ان هو يفك خالص، يعني مش يفك جامد. ليه؟ لان السجق لما بيتفك واجي اقطعه بيتهري مني، لكن انا بخليه يعني مش مجمد قوي ولا طري قوي، وده بيساعدني ان هو ما يتهريش مني وانا بقطعه. وادي شكل السجق بعد ما قطعناه. نحطه كده في البوله تاني. بصوا ما فكش مني ازاي، زي ما قلت لكم، عشان انا مش سايباه يفك خالص. النهارده انا اخترت حشو السجق. ممكن تحشوه اي حاجه تانية، ممكن لحمه مفرومه، ممكن فراخ، ممكن ميكس جبن، ده اختياري، بس انا النهارده اخترت احشيه سجق. خلصنا تقطيع السجق، نبدا في تقطيع الخضار. يلا بينا نشوف هنقطعه ازاي. بنقطع البصل بالشكل ده. معايا هنا فلفل احمر الوان واصفر، وممكن كمان فلفل اخضر، وده فلفل حامي اختياري للناس اللي بتحب الحاجه تبقى سبايسي شويه. معايا كمان طماطم، بس مش بتبقى مستويه، بتبقى ماسكه نفسها عشان ما تتهريش مني مع السجق. بنقطعها بالشكل ده. وادي مقاديرنا: البصل، فلفل وطماطم، وطبعا فلفل حامي ده اختياري للي بيحب الحاجه تبقى سبايسي. خلصنا تقطيع السجق والخضار، يلا بينا على البوتاجاز نعمل احلى سجق. ادي معايا الطاسه وننزل عليها بشويه صغيرين من الزيت. الزيت سخن معايا، بنحط السجق بنقلبه كويس. وده شكل السجق بعد ما بينزل الماده الدهنيه بتاعته والميه بتاعته. بسيبه لغايه لما الميه تقل منه خالص. وكده خلاص متاح ان انا احط الثوم بتاعي، لان السجق تقريبا خلاص استوى والميه بتاعته كلها نزلها وحتى الماده الدهنيه. احط الثوم بتاعي هنا، بشوحه على جنب كده تشويحه خفيفه قبل ما اضيفه على السجق بتاعي. بقلب بقى الايه السجق عليه كله. اضيف الخضار بتاعي، بصل وفلفل وطماطم. ادي الملح بتاعي، فلفل اسود، بهارات لحمه. وطبعا البهارات بتاعتي بهارات لحمه مش بهارات فراخ، ده لازم نبقى عارفين كده، لان طبعا يعتبر السجق من اللحمه، يبقى بهاراته بهارات لحمه. خلصنا السجق بتاعنا، نحطه في البوله عشان نكمل باقي وصفتنا. معايا هنا طاجن بايركس بدهنه برشه زيت خفيفه. عندي هنا العيش الشامي بقصه معايا بالشكل ده. طبعا ممكن يكون كبير، ممكن يكون صغير، عادي جدا اهو بالشكل ده. وكل ما كان العيش بتاعي السمك بتاعه رفيع بيكون احسن، يعني لو كان سميك مش بيبقى لطيف. اخد معايا الحشو بتاعي بالشكل ده. الخطوه دي اختياري، ممكن احط فيها جبنه وممكن لا. احط كده فيها حبه صغيرين عشان اعرف الفها، ونلفه بالطريقه دي. هنخلص الطاجن بتاعنا ونرجع لكم. خلصنا الطاجن بتاعنا بالحشو بتاعنا. نحط عليه صوص البيتزا بتاعنا، واحنا عملناه قبل كده في فيديو لما عملنا سمبوسه البيتزا. وبعد ما حطينا صوص البيتزا بننزل بالجبن بتاعتنا. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما خلصناه. بعد ما حطينا ميكس الجبن على الوش بالطريقه دي. بتدخل على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وبنشغل الشواية لأن كل حاجة تقريبا مستوية. 10 دقايق ونشوف الطاجن بتاعنا أو بديل الكريب شكله عامل ازاي. وادي شكل الطاجن بتاعي بعد ما طلعته من الفرن. بصوا عامل ازاي، شكل وطعم رهيب. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير، وهستنى تعليقاتكم الجميلة. واستنوا كمان وصفات تانية جديدة مع الشيف زينب السيد وأوت بوكس فود.